رحنا عند حضرموت شيخ المندي عشان نجرب صينية يا دنيا. انا مش عارف ايه دخل دنيا في الموضوع، بس ما علينا. والصينية ديت عليها عرض ب 1500 جنيه بدلا من 4000 جنيه. ولو انت متابعهم هتلاقيهم بيعملوا كل يوم عروض على الصواني، ومكوناتها عبارة عن 5 صوابع طرب، 5 صوابع كفتة، و5 صوابع ممبار، و5 صوابع سجق وفرخة وربع، و5 قطع لحم مندي، وكمية رز تكفي حوالي 4 افراد. وبينزل مع الصينية ديت 2 طبق طحينة، و2 طبق دقوس او سحاوي، و2 طبق سلطة خضراء. ويلا بينا بقى نبتدي جولتنا بالصلاة على سيدنا النبي وبركة بسم الله. وأول حاجة هبتدي بيها الطرب، لأن أنا أصلا من عشاقه، بس أنا بقى بحب الطرب يكون المنديل فيه تقيل، لأن أنا بحب الدسامة، والطرب هنا كان المنديل خفيف. ونخش على تاني حاجة في الصينية ديت الكفتة، ولما عديتهم لقيتهم 6 صوابع، وكان رزق عالي. والكفتة زي ما انتوا شايفين كده طرية من جوه، وكان طعمها تحفة، والدخنة باينة فيها بتاعت الفحم. كنت متحمس جدا للممبار، لأن كان شكله على الصينية تحفة أوي باللون الذهبي الجميل دوت. ولما دقته معمول كما يجب أن يكون. طبعا عشاق السجق بالملايين، والسجق من عندهم التتبيلة بتاعته خفيفة، بس طعم الشوي باين فيه جدا. والفراخ في الصينيه ديت فرخه وربع 5 تربع، وانا قلت لهم بقى اعملهم لي نص ونص، نص مندي ونص مشوي. ولما عديتهم بقى لقيتهم 4 وراك وصدر واحد. وحابب اقول لكم ان ديت من اجمل المرات اللي اكل فيها فراخ مشويه على الفحم. كان طعم التتبيله جميل جدا، وكان طعم الشوي باين قوي. وبالنسبه بقى للفراخ المندي فهي زي ما انتوا شايفين دايبه دوب. وطعم التتبيله بتاعت الفراخ المندي على الهادي، بس هي تسويه المندي اصلا ذات نفسها دايبه. ونخش بقى على عريس الليله ودوت بقى حبيت استمتع بيه بقى كده في الاخر. وزي ما انتوا شايفين انا اول ما مسكت اللحمه لقيت العظم بيطلع لوحده، وكانت دايبه بطريقه فظيعه. وعلى حظي بقى كانت جايلي حتت من الرقبه، وكانت طريه جدا وجميله، وكانت فيها سنه دسم كده، كانت مودياها في حته 90 خالص. فلو انت بقى عازم او معزوم ورحت عند حضرموت شيخ المندي، لازم تطلب من عندهم اي حاجه فيها لحمه او فيها لحمه تيس، عشان بصراحه تحفه جدا وجميله وما تتفوتش. حضرموت شيخ المندي من اوائل الناس اللي عملت الصواني في مصر، وكانت الفكره من كده ان هو يجمع كل العيله او كل الاحباب على صينيه واحده عشان ياكلوا مع بعض زي زمان. بجد حضرموت شيخ المندي بيبهرني كل مره بروح اكل من عندهم، وديت ترتيب الحاجات اللي عجبتني من الاول للاخر. حابب اقول لكم ان الاستقبال عندهم فوق فوق الممتاز، وكمان عندهم كذا صالة للافراد، وكمان صالات مخصصة للعائلات عشان تاخدوا راحتكم هناك. حابب اوجه تحياتي للشباب اللي زي العسل الجميل دوت.